مساء النور بنات، مساء النور صحباتي، ان شاء الله تكونوا بخير. لا فيديو تاع اليوم تلقاكم في تمام الصحه والعافيه. اول حاجه غاليات كما العاده نبداو لا فيديو تاعنا بالصلاه والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم غاليات جبتكم بوصفه من اروع الوصفات، من اروع المعسلات الجزائريه، خبز الباي الغني عن التعريف. راح نمد لكم جميع اسرار نجاح ويجيكم سهل واقتصادي ناجح 100%، يعني تقدروا تحضروه ولا تعتمدوه كمعسله في شهر رمضان ان شاء الله. تقدروا حتى أصحاب المشاريع الوصفة هذه تخدموا بها، يعني وصفة هايلة وسهلة وتنجح لكم أي مبتدئة تقدر تنجح معها. يعني ما عندي ما نقول لكم، الوصفة هذه يجي بزاف بنينة، يجي أحسن من البسبوسة، يعني الذوق تاعو رائع. شوية نبدلوا على البسبوسة وقلب اللوز وكامل نديروا هذه وصفة تاع خبز الباي، يجي هايل وبنين. نروح مع بعض نشوفوا الوصفة تاعنا بالتفصيل. أول حاجة غالياتي كنت جبت الريسيبيون تاعي اللي نخدم فيه كما راكم تشوفوا في الاناء هذايا راح نحط 4 حبات بيض، يعني 4 حبات بيض. كما شفتوا البلاطو تاعي اللي درت فيه يعني الطول تاعو 30 والعرض تاعو 25، درت 4 حبات بيض. وكل ما زيدوا في البلاطو تاعكم تكبروا فيه راح تزيدوا الكميه. اذا كنتوا دايرين في بلاطو صغير اكيد راح يتنقصوا في المقادير. اذا كما قلنا عندنا 4 حبات بيض بدرجه حراره الغرفه، يعني البيضات هذوما يكونوا متوسطين في الحجم تاعهم. عندنا 4 حبات بيض كما راكم تشوفوا غاليات. نجوز المكون اللي راح نزيدوه ثاني. بالنسبه للسكر عندي نصف كاس من السكر، بما ان المعسله هذه راح نشربوها بالعسيله دونك راح نعسلوها، ما نديروش كميه كبيره. نص كاس سكر، ملعقه صغيره لافاني، ونزيدو مبشور الليمون. بالنسبه لمبشور الليمون درت هكذا مبشور تاع حبه صغيره، يعني كما راكم تشوفوا ماهيش كبيره بزاف. نكتفي بهذا راح تمدلو ذوق رائع. يعني جربوها الوصفه هذه قبل رمضان تجيكم بزاف هايله وبنينه. نجيبوا الفوي، الوصفه هذه بلا باطور بلا والو، غير بالفوي تقدروا ديروها. يعني الوصفه هذه راهي في متناول الجميع، غير بالفوي نخلطوا مليح حتى يدخل لنا السكر مع البيض تاعنا ويذوبوا. ومن بعد نجو الإضافة الثانية. بالنسبة بعد ما دخلوا لي كامل المكونات مع بعض نجو للزيت. بالنسبة للوصفة هذه عندي كأس إلا ربع بين زيت وزبدة. راكم تشوفوا راه قريب كأس إلا ربع، يعني ماشي نص نص، شويه طالع على النص بين زيت وزبده. ما نديروش كامل زيت وما نديروش كامل زبده، هكذا باش الوصفه تاعنا تكون اقتصاديه. ما نديروش كلش هكذا غالي. يعني قلت لكم الوصفه هذه يقدروا يديروها حتى اصحاب المشاريع. اذا كما قلنا بالنسبه للزيت والزبده عندي تقريبا كأس إلا ربع، يعني راه فوق النص بشويه. نخلطو مليح بالفوي حتى يتجانسونا كامل المكونات ونجو للنواشف. لهنا عندي كأس معمر لا شابليغ ولا خبز مرحي بعد ما كنت حمصته ورحيته ثاني كما راكم تشوفوا في الرقيق كامل. عندي كاس وعندي زوج خميره الحلويات. بما انه رانا درنا 4 حبات بيض دونك راح نديرو زوج خميرة الحلويات كما عودتكم دائما على القاعده اللي نخدموا بها، زوج خميرة الحلويات. عندنا كأس خبز مرحي ولا خبز مطحون، وعندنا كأس من المكسرات. انا كنت درت لهنا كاس كاوكاو محمص ومرحي، واللي تحب دير لوز جوز دير كما حبيت على كما حبت على حساب واش عندها في الدار. يعني انا درت لكم بالمكونات اللي كانوا عندي، يعني الجود من الموجود. كان عندي كاوكاو ودرت كاوكاو، ومنها راهي وصفه اقتصاديه. بالنسبه للاضافه اللي كنت درتها في خبز البيت تاعي وزاد له بنه على بنه، هي زدت له 2 ملاعق كبار نواة كوكو. شوفوا 2 ملاعق كبار نواة كوكو مدوا له واحد الذوق بزاف هاين، يعني مدوا له ذوق رائع، جا بزاف بنين وجا خفيف خبز الباي هذايا. جربوه غاليه تقبل رمضان، على بالي راح ينال اعجابكم. بالنسبه للوصفه تاعي هذه موالفه نخدم بها في المشاريع تاعي. دونك الوصفه هذه راهي بزاف اشخاص ذاقوها من ولايات خلاف وكانوا اتصلوا بيا ومديت لهم الوصفه بالتفصيل. قلت ما نبخلش على حبيباتهم، مثلا نمد لهم اللي تحب تخدم مشروع ولا تحب دير هكذا في رمضان تحمر وتشاي يجوا ليها ضياف، ولا تعتمد الوصفه هذه وتخدم بها. يعني قلت لكم الوصفه هذه راهي في شحال من ولايه بدون ذكر الاسم، يعني بالطريقه تاعي هذه اضافه تاع نواة كوكو. وكنت درت الكاوكاو غير بالطريقه هذه، كانوا ذاقوها عندي ناس ثاني يعني وطلبوا مني الوصفه من ولايات خلاف. يعني بسم الله ما شاء الله الوصفه عندي هذه ناجحه، واللي ذوقها عندي يطلبها مني. دونك غاليتي راح نمد لكم هكذا الوصفه بالتفصيل. في المرحله هذه كنت شعلت الفوغ تاعي يسخن لي، جبت البلاطو بعد ما درت له شويه زيت فقط، يعني لا زبده لا والو. البلاطو تاعي هذايا ما يلصقش اعذروني حبيباتي.
كيما راكم تشوفوا نهبطوا كامل الخليط تاعنا في البلاطو ونوزعوه هكذا باش يجينا بالتساوي على نيفو واحد. واللي تحب ديرهم في قوالب فرديه، يعني تكون عندك عرضه مثلا في رمضان ديري هكذا في قوالب فرديه وزينيها بالمكسرات، يعني راح تزيد لك صورة هايلة في الطاولة تاعك ويجوك بزاف باهيين في الشكل تاعهم. واللي تحب هكذا دير بلاطو دير هكذايا، يعني معسلة لرمضان روعة وسهلة واقتصادية. كنت درت لها من الفوق كاوكاو ايفيلي، اذا كان عندك لوز ايفيلي ديري لوز ايفيلي وخليتها طابت. بعد ما طابت لي من تحتها كنت شعلت على الحلوى تاعي تحمرت لي من الفوق ثاني. وكما راكم تشوفوا تحصلت على اللون هذا. لازم خبز الباي يكون اللون تاعو هكذا محمر باش يجيكم بنين، سره في البنه وفي الشكل ثاني. واش جبت لهنا عندي العسيله اللي كنت طيبتها كما قلت لكم. العسيله هذه ماهيش تاع برا، العسيله كنت طيبتها دونك راكم تشوفوا راهي واضحه قدامكم، ماهيش ثقيله بزاف كما العسيله تاع برا. انا حبيتها درتها في الاناء هذايا تاع العسيله تاع برا كما صورت لكم الفيديو، لكن للاسف راح نعاود لكم الوصفه بالتفصيل هكذا باش طيبوا العسيله تاعكم قبل رمضان وتوجدوها المعسلات تاعكم سواء قريوش ولا معسله ولا خبز الباي ولا بسبوسه بالعسيله هذه يجيكم بزاف بنين وروعه وما تجيكش هكذاك طالقه روحها الحلوه تاعك. لا كما راكم تشوفوا لهنا النتيجه النهائيه، يعني تحصلت على خبز الباي رائع يجيكم بزاف بنين. واللي تحب الحلوى تاعها تكون عاليه على هكذا تخلي المقادير وتصغر في البلاطو شويه، يعني عطيت لكم مقادير بالتفصيل. وهكذا غاليات اللي لحقت لهنا قولها ما تنسايش غاليات الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس باش يلحقوا كل جديد. وانتم غالياتي كثروا لي من قلوب الورود باش نعرف الوصفه هذه نالت اعجابكم. شوفوا لي يعني التعسل واحد البنه واحد الخفه، شوفوا لي كي راني نقسم فيها راهي باينه. ما عندي ما نقول لكم تجيكم روعه وبزاف بنينه. جربوها خلوا لي رايكم في التعليق، على بالي راح تنال اعجابكم. ونقصوا على رواحكم خير ما نبقاو في رمضان مع الوقف بزاف وكامل على بالنا راه شهر العباده، يعني ماشي غير شهر تاع ماكله ولا نطيبوا وثاني نمدوا العباده تاعنا، يعني حق ربي سبحانه لازم نمدوا هكذا العباده، يعني راه شهر ما يتعوضش. وهكذا غاليات وكملت معكم لا فيديو تاع اليوم، ما شاء الله تكون نالت اعجابكم. ما لي غير نقول لكم غالياتي تهلاو في رواحكم، الى الملتقى ان شاء الله، مع السلامه.